وبما اننا مقاطعين دوريتوس، اجي نصوبوها في الدار باش نفرحوا الوليدات ولا باش نتفرجوا في شي فيلم هذا الويكاند. طريقه سهله جدا، واحسن مليون مره ملي كتباع برا. غادي ناخذ الطحين ديال الذره، ممكن توجديه في الدار، ممكن تشري الذره صحيحه وتوجديه في الدار طحنيه، وكما يمكن لك تشريه واجد كما درت انا كناخذو واجد. كنزيدوه مليحه شويه ديال بودره البصل او الثوم اختياريه، ممكن ما ديريهاش، راس معلقه صغيره ديال خميره الحلويات، وغادي نجمعو كلشي بمية دافيه. غادي نخلطو كلشي مزيان وغادي نطلقوها فوق سطح العمل كما درت انا بين جوج بلاستيكات. ممكن لك تلقيها ديري شويه دقيق ديال الذره وتلقيها فوق البوطاجي، كما يمكن لك ديرها بين جوج بلاستيكات كتجيني اسهل انا. غادي نقطعوها دائره بشي زلافه، وبالموس غادي نقطعوها مثلثات بحال دوريتوس. من بعد غادي حتى نوجدوها كامله كما شفتوا راه كتهرس. حاولوا معاها بشويه بشويه ماشي تزربوا عليها، هي كتبغي الخاطر في هذه المرحله. خاصك ضروري تحضري عقلك وتكوني بالخاطر حتى تهزيها، حيت كتهرس. خصها ضروري الخاطر في هذه المرحله هذه. غادي نوجدها كامله وغادي نديرها في بلاطو. عاد غادي ندير زيت سخون، من بعد غادي نخليها حتى تسخن مزيان وغادي نبدا نقلي في الدوريتوس ديالنا. نتوما كتشوفوا الزيت سخونه مزيان، ضروري تكون الزيت سخونه. غادي نحطوها في زيت سخونه باش تحمر وتنفخ تجي كما كتشوفوا في الفيديو، غتجي زوينه بزاف. غادي نبقى نقلبها حتى تجي تاخذ هذا الشكل هذا وهذا اللوين هذا، وغادي نبقى بحال هكا حتى نكمل القلي ديالنا كامل. صدقوني كتجي زوينه بزاف، راه ساهله ما صعيباش في المصايبه ديالها وبنينه. واهم شيء اننا كنعطيو لوليداتنا شي حاجه عارفين اشنو فيها، وكناكلو حنا راسنا شي حاجه عارفين اشنو فيها. دي فوا كنتشهاو شي حاجه ديال لي شيبس ولا شي حاجه بحال هكا مقرمشه، ولكن انا ملي كنتفكر لي زيتون ودوك المواد المصنعه اللي كتكون في داكشي كنحاول نتفاداه. صراحه هذه جات زوينه بزاف واخا هي مقليه في الزيت. المهم كومين بعد الاخطار ديال شي حاجه اللي عارفه انت شنو فيها ماشي بحال. غادي نديرها في واحد البول، غادي نزيدها مليحه وشويه ديال بودره البصل صايبتها راسي الا بغيتو نوريكم الطريقه. وغادي نزيدها شويه ديال الفلفل الاحمر والتحميره، وكتجي مقرمشه وبنينه وبالصحه والراحه.